السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نسوي طريقة حلاوة البسكت. الطريقة جدا سهلة وبسيطة وبنفس الوقت سريعة، ما تاخذ من عندنا وقت، والكل يقدر يسويها. وخاصة بهذه الأيام الشتوية راح نحتاجها كلش هواية. إذا كنتوا أول مرة تزورون قناتي لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، حتى تشوفون كل فيديوهاتي اللي أنزلها أول بأول، وتخلون لايك للفيديو، وأهم شي تتركون كومنت حلو من إيدكم الحلوة وتقولون رأيكم بالطريقة. طبعا ما أحكي لكم على الطعم، راح تدمنوها. يلا خلينا نبلش بسم الله بالمقادير. طبعا هنا بداية راح أحتاج هذه المقادير اللي هي بسكت. هذا النوعية أعتقد متوفر بكل المحلات العراقية. هنا راح أحتاج هذا الجيمر، جيمر كويتي أو أي قشطة عندكم متوفرة يمشي الحال. راح أحتاج ملعقة كوب من النسكافيه. راح أحتاج كوب من الحليب، طبعا حليب لا بارد ولا حار، يعني درجة حرارة الغرفة. بالبداية راح أجيب البسكت وأخليه بالخلاط. طبعًا هذه الحلاوة ما تتصورون إيش قد طعمها كلش طيب، وبنفس الوقت سهلة والكل يقدر يسويها. هنا بعد ما خليت البسكت راح هسه أضيف ملعقة النسكافيه، وراح أضيف أيضًا ملعقة شكر، وهسه راح أضيف أيضًا مو ملعقة أني أخذني الواهس وقلت ملعقة، علبة من القشطة. هسه راح أضيف كوب من الحليب، وهسه نخلط إلى أن ياخذ عندنا القوام الكريمي. طبعًا هنا بعد ما ضربته بالخلاط ضفت ملعقة طعام من الكاكاو الباودر، لأنه البسكت ما انطاني اللون المطلوب اللي أني أريده. وهنا بعد ما خلطته مرة ثانية بعد ما ضفت ملعقة كاكاو باودر، صار عندي بهذا الشكل القوام. بالمناسبة استخدمت باكيت ونص من البسكت، يعني مو الباكيتين اثنيناتهم، لأ باكيت ونص. صارت عندي جاهزة وخليتها بصحن التقديم. وما أحكي لكم طريقتها كلش سهلة وطعمها كلش طيب، ولازم تجربوها، خاصة بهذه الأجواء الباردة راح نحتاجها كلش هواية. فلا تنسون إذا حبيتوا الفيديو وعجبتكم الطريقة خلون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس إذا كنتم مشتركين. طبعا آخر شي زينتها بالبسكت المطحون، وضفت أيضا هذه حبات الهيل بالوسط. وطبعا هذا التزيين تبقى حسب رغبتكم. هذه الحلاوة صارت عندنا جاهزة. إن شاء الله يا ربي عجبتكم الطريقة والوصفة. لا تنسون لازم تجربوها لأن طعمها كلش طيب وبنفس الوقت سهلة والكل يقدر يسويها. وألف صحة وعافية علينا وعليكم يا رب. دا تشوفون شلونها، دا تشوفون قوامها، مو بس هيجي طعمها كلش طيب.